حرفيا مباراة صعبة، مباراة صعبة، مباراة زفت كانت النهاردة، ولكن الحمد لله فزنا. الحمد لله عدت على خير، ما فزناش بنتيجة قوية، ولكن الحمد لله احنا كل اللي عايزينه من الماتش التلاتة بونت، وبعد كده ندور على المباراة اللي جاية. الحمد لله فوز 1-0 على سموحة بشكل صعب طبعا لأنها مباراة حسم كلها. حلقة النهاردة هتكون عن المباراة والتفاصيل والتشكيل وتقييم اللعيبة وكل الكلام ده هقولهولك، بس اعمل لايك واشتراك في القناة وتعالى معايا عشان نكمل بقية الحلقة مع بعضينا، بس تكون عملت الحاجات دي عشان الحاجات دي اللي هتخلينا نكمل. تعالى معايا أعرفك التشكيلة كان بيلعب بيها الزمالك. التشكيلة كان بيلعب بيها الزمالك كان في حراسة المرمى المهدي، وقدامه 2 دفاع حسام ومحمد إسماعيل، وباك يمين كان محمد إبراهيم، باك شمال كان أحمد فتوح مش محمود بنتايج لأ، وكان قدامه محمود بنتايج كطرف، وكان خوان قصدي كان عديد دباغ الناحية التانية كطرف، وكان 3 نص الملعب عبد الله السعيد ومحمد شحاتة، وكان قدامهم آدم كايد تمام، وكان في الهجوم عدي أو ناصر اللي بقوله ناصر ارجع ناصر. الحمد لله النهارده نزل في 10 دقايق حرفيا. انت حرفيا الشوط الاول يعني عموما الشوط الاول ما كانش رتم الزمالك ولا كان لعب الزمالك، لان العناصر الاساسيه بتاعتك طبعا ما كانتش موجوده، فطبيعي انت ما كنتش هتبقى موجود الشوط الاول. ناصر منسي ركز شويه، احنا محتاجينك في الماتشين الجايين، محتاجينك جدا في الماتشين الجايين. ركز يا ناصر، ركز شوية. انت عندك احسن من كده، لازم تدوس على نفسك. انا حاسك الفترة دي مش مركز، ولكن معلش لازم اللاعب يجي عليه فترة وحش ويجي عليه فترة حلو. نرجع بقى لمرجوعنا. طبعا ما كانش ليك شكل غير لما نزل في ال10 دقايق اللي نزل فيهم او ربع ساعة تقريبا اللي نزل فيهم خوان بتزيرة. بصراحة عمل شكل، عمل تحويل كامل للملعب، عمل تغيير خلى الموازين اتقلبت، عمل عرضية يا جدعان. يا سلام عليك يا اخوان، اللي يقول لك ان انت ما عملتش حاجة الموسم ده كذاب وما بيفهمش في الكورة، فعليا. لان انت كنت لاعب النهارده، كنت عملت فرصة حرفيا جابت ال3 نقط، حرفيا هتكون فوز مهم قوي، في الدوري. حرفيا شابوه خوان بتزيرة، شابوه تاني. طبعا عدي الدباغ برضه شابوه عدي، قلت لك الفترة دي عايزة عدي مش عايزة ناصر،